رئيسا للاتحاد. وجرى خلال الاجتماع توزيع المناصب الإدارية، وقد تم اختيار رئيس بلدية بيت لحم حنا حنانية نائبا لرئيس الاتحاد، ورئيس بلدية بيتا محمود برهم أمينا للصندوق، ورئيس بلدية يطا صالح عواد أمينا للسر. معنا على الخط الهاتفي رئيس اتحاد الهيئات المحلية رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي. مرحبا بك أستاذ عبد الكريم، صباح الخير. مرحبا أخي محمد، يسعد صباحك. أستاذ صباحك. التحديات جسيمة ومتعاظمة أمام الهيئات المحلية، من أين سيبدأ الاتحاد بهيئته الجديدة؟ أسعد الله صباحك أخي محمد، أنت وكل المستمعين. طبعا الاتحاد أخي محمد هو جسم نقابي يعنى بالبلديات والهيئات المحلية الفلسطينية، ويعنى بالدفاع عن مصالحها لدى كل الجهات، يعني سواء الجهات الرسمية، ونحن ذراع من أذرع هذا الواقع وهذه السلطة القائمة. فالهدف الأول هو الدفاع والاستمرار بالدفاع عن مصالح الهيئات المحلية، هذا أولا، ودعم الهيئات المحلية بالذات في ظل هذه الهجمة المستمرة على أهلنا. يكون العبء الأكبر من تحمل هذه الهجمة هو ملقى على عاتق البلديات. فالاتحاد معني بتعزيز صمود الهيئات المحلية، سواء مجالس سواء موجودة في مناطق تي أو البلديات المركزية على مستوى الضفة الغربية. الحقيقة العبء كبير أخي محمد، والتحدي كبير بالذات في هذه المرحلة من هدم بيوت ومصادرة أراضي وقتل يومي. فالاتحاد سيستمر بأداء دوره من تعزيز صمود هذه الهيئات المحلية والدفاع عن مصالحها وضمان استمرار قيام هذه المؤسسات وهذه الهيئات المحلية بأداء واجبها تجاه المواطنين. نعم، فيما يتعلق بالمديونية، وهو يعني ملف صعب ومعقد، هل لدى الاتحاد بهيئته الجديدة خطة عمل، خطة ما للتحرك؟ أخي محمد، السؤال مرة ثانية إذا سمحت. سألتك عن ملف المديونية. نعم. المديونية ملف مركب ومعقد، كيف ستتصرفون حياله؟ نعم. فيما يخص المديونية في يعني البلديات، يعني نحن نقدر الظرف الذي تمر به السلطة من حصار ومن حجز لأموال المقاصة لدى الإسرائيليين، ولكن البلديات هي كما أسلفت أخي محمد هي الذراع العملي على أرض الواقع، هي التي تقدم خدمات على الأرض للمواطنين، هي التي تلامس أوجاع المواطنين بشكل يومي. ولكي تستمر هذه الهيئات بتقديم خدماتها للمواطنين يجب أن يتم دفع كامل مستحقاتها أو جدولة هذه المستحقات على الأقل لصالح الهيئات المحلية. يعني ليس لدي قائمة بمستحقات الهيئات المحلية ومديونيتها. بالطبع هناك هيئات محلية عليها ديون لصالح الحكومة، ولكن الهيئات المحلية لها الكثير من الديون ولها مستحقات موجودة في وزارة المالية يجب أن يتم جدولتها ودفعها لهذه الهيئات. هناك خطوة بدأت بها الحكومة وهي تطبيق جباية ضريبة الأملاك على الأقل في 4 أو 5 هيئات محلية، وهذا يعطي هامش للهيئات المحلية. نأمل أن يطبق هذا في كل الهيئات المحلية، أن يكون جباية ضريبة الأملاك على الأقل في الهيئات المحلية حتى يكون بين يدي الهيئات المحلية بعض السيولة للقيام بواجبها تجاه المواطنين. طيب، أيضا لدى الحكومة ملاحظات حول الحوكمة في البلديات أستاذ عبد الكريم. نعم. بالتالي يعني الاتحاد عزيزي يقوم بالعديد من الورشات والدورات وبالتعاون مع وزارة الحكم المحلي كجهة إشرافية على الهيئات المحلية لتطوير أداء البلديات. هناك نظام مالي موحد مطبق على كافة البلديات. طبعا الأمر يعني نسبي إذا يعني قارنا بلديات كبرى في داخل الضفة الغربية وبعض المجالس القروية والهيئات المحلية الصغيرة التي لا يوجد بها سوى موظف أو 2. نعم، صحيح. يعني هناك تفاوت في درجة الحوكمة وطريقة إدارة الهيئات المحلية. يعني إذا قارنا
الهيئات المحلية الكبرى، بلديات مركزية فيها عشرات أو مئات الموظفين، وبعض المجالس الصغيرة التي لا يوجد أصلا فيها سوى محاسب أو مهندس أو غيره يعني. تحدثت أن اتحاد الهيئات المحلية هو في النهاية جسم نقابي. أستاذ عبد الكريم، نحن في مرحلة سياسية صعبة. هناك حكومة في إسرائيل جزء من برنامجها تصفية الشكل الحالي للسلطة واستبداله بسلطات محلية إدارية في كل منطقة على حدة، ربما استنساخ لتجارب سابقة، وقد تكون العين على البلديات يعني في هذه المرحلة. أي موقف يبديه الاتحاد؟ عزيزي، هذا اسمه الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، هذا الجسم النقابي يدعى الاتحاد الفلسطيني، لن يكون بديلا عن السلطة ولا بديلا عن أي أحد. نحن جزء أصيل من هذا الشعب، وجزء أصيل وأحد أذرع الحكومة الفلسطينية. يعني البلديات هي مؤسسات شبه حكومية تخضع لإشراف حكومي، تشرف عليها وزارة الحكم المحلي على أداء هذه البلديات، والبلديات جسم وطني في الدرجة الأولى، ولن تكون بديلا لا عن السلطة ولا عن غيره. احنا جزء أصيل من هذا المشروع، وجزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ولن نكون خارج السرب عزيزي. طيب، أيضا سامحني على هذا السؤال مع الاحترام لإرادة الهيئة التنفيذية، ولكن أين هي بلديات المحافظات الكبرى عن المناصب الإدارية؟ يعني كل المحافظات عزيزي، هناك نظام في اتحاد الهيئات المحلية يوزع الهيئة الإدارية على الأقل، يتم توزيعها، ونرفض هذه التقسيمة الجغرافية بالمناسبة، لأنها يعني تقسيمة غير مريحة لنا جميعا، يعني أن تقسم الضفة الغربية شمال ووسط وجنوب، ولكن وضعت هذه التقسيمة لتشمل كافة المناطق الفلسطينية، لتكون ممثلة في الهيئة التنفيذية. على سبيل المثال محافظة الخليل، أمين سر الاتحاد هو من محافظة الخليل من مدينة يطا. نائب رئيس الاتحاد هو مدينة بيت لحم. يعني راعينا في هذا التوزيع أن يتم تمثيل الجنوب والوسط والشمال في هذه التوزيعة. أيضا بقي مقعد محافظ القدس، لأنه ليس هناك بلدية فلسطينية في القدس. أبقينا مقعد شاغر لبلدية القدس في الاجتماع الذي تم بالأمس، لأن القدس ستظل حاضرة وستظل موجودة وممثلة وإن لم يكن هناك بلدية في مدينة القدس. أشكرك جزيلا، نتمنى لكم التوفيق. رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية عبد الكريم الزبيدي، شكرا لك. شكرا لكم مستمعينا متابعينا، دمتم بألف خير، في أمان الله. لقاء الصباح، لقاء متخصص عبر